اللي يقولك ده كحك معمول في البيت قوليله ده جاي من أفخم محلات الحلويات. الكحك اللي قدامك زي ما انت شايفاه أحلى تسوية. بصي وأنا بفتحه سوى جميل، ناعم، طعم ملوش حل، بمكون جميل هتعرفوه في وسط الفيديو، مخلي ريحته جايبة لآخر الشارع. الولاد وأنا بعمله على فكرة الطبق دوت خلص، يعني ما خدش وقت خالص، تاكل. تعالوا بسم الله الرحمن الرحيم نقول المكونات. كيلو دقيق، 600 جرام سمنة أو 3 أكواب سمنة، 3 معالق سمسم أو 25 جرام سمسم، سواء عايزة تتعاملي بالجرامات أو بالأكواب، معلقة صغيرة خميرة أو 7 جرام، 3 معالق سكر أو 45 جرام، ربع معلقة ملح، نص كوب أو نص كوباية مية دافية، كوباية مية على لبن، نصها مية ونصها لبن، وبالظبط بتبقى 215 ملي. الوصفة مظبوطة جدا، واعتمدي مكوناتها وهيطلع النتيجة مظبوطة، بس اعملي نفس المكونات المقادير بالظبط. السمنة هنسيحها مش هنقدحها، ماشي. لو هتستخدمي سمنة صناعي ما تقدحيهاش، هتستخدمي سمنة بلدي جميلة اقدحيها وهتبقى طعمها طبعا تحفة يعني. هنا كيس الخميرة بيبقى 10 جرام، هناخد منه زي ما قلنا كده 7 جرام او يعني تلات ارباع الكيس، تلات ارباع الكيس، ماشي. هتحطيه على الكوباية، على ربع كوباية المية الدافية اللي قلنا عليها، وهتحطي عليها السكر وتقلبي كويس طبعا شوية. تسيبيه شوية كده. ممكن ما تعمليش على فكرة الخطوة دي، بس انا بعملها عشان اطمئن على الخميرة، عشان بس المكونات خسارة ما نضيعش المكونات، الحاجة غالية يعني. هنحط دلوقتي السمسم ونقلبه على الدقيق، ونقلبه كويس جوه الدقيق. طبعا احنا بنبقى طبعا محمصين السمسم في حتة سمنة برضو كده. هتبداي تقلبيه جوه الدقيق كويس قوي زي ما انت شايفة كده. وبعد كده هنبدأ نحط السمنة. قبل ما نحط السمنة طبعا بعد ما دفيناها كده عشان تسيح، هنحط المكون اللي انا قلتلك عليه، وده روح الموز او ريحة الموز. هتجيبيه من عند اي عطار، هتحطيه كده معلقة مثلا تحطيها على السمنة وتنزليها على الدقيق. في الحتة دي طبعا هنبدأ البس بقى، ودي طبعا حتة مهمة جدا في الكحك، لان نقطة البس مهمة جدا، والحتة دي بتساعد على ان الكحكاية ما تنفش في الفرن. ساعات نحط الكحكاية كده تبقى شكلها صغير او حجمها مظبوط، ولما نحطها في الفرن تطلع بحجم تاني خالص. فعشان تحافظي مثلا عايزه تبقي انت يعني لو انت مش متمكنه قوي او مش واثقه، اظبطي على الساعه بتاعتك بالظبط 3 دقايق كده وانت بتبسي الكحك. في الحته دي طبعا على فكره ريحه الكحك وانا ببسه دلوقتي كانت ريحته تحفه، وده بسبب على فكره ريحه الموز اللي انا شايفاها. على فكره خطوه جميله دي انا عرفتها من واحده صاحبتي حبيبتي، ربنا يخليها لي يعني. هنبدأ دلوقتي نحط الخميرة في الحتة ديت ونعجنها بقى بيها. طبعا هنبدأ بيها يعني نحط الخميرة. برضو الريحة يعني انا مش عايزة اقول لكم، تحسي ان ريحة الموز عاملة شغل جامد قوي. على فكرة مش عايزاكم تخافوا من الخطوة دي يا جماعة، اعملوها وعلى ضمانتي، وعلى فكرة مش هتخسروا. هنبدأ طبعا نعجن زي ما انتم شايفين كده. وعلى فكرة في حتة العجن احنا مش عايزين نعجن قوي، يعني هي مجرد بس ما خلاص. طبعا احنا لسه هنضيف اللبن والميه، بس دايما في حته العجن مش عايزين نعجن قوي، يا دوبك بس الميه واللبن زي ما انتم شايفين كده، نص ميه ونص لبن هنحطهم، يا دوبك يخشوا في بعضيهم كده. انما العجن بقى اللي هو بتاعه القراقيش ده لا. تمام. هنبدأ نعجن زي ما انتم شايفين كده. معلش بقى على اللي انا بعمله يعني. هنبدأ اهو زي ما انتم شايفين كده، يعني بصوا زي ما انتم شايفين كده، يعني ايه كأنك صوابعك بس كده، صوابعك مجرد ما يخشوا ببعضيهم كده احنا يعتبر خلصنا العجينة كده. انت خلصتي الكحك، يعني انا شايفة ان سهل. وعلى فكرة اعتمدوا المكونات بالظبط،
بعد إذنكم ما تغيّروش في المكونات وعلى ضمانتي، حطّي المكونات وأنتِ قلبِك جامد، يعني ما تقوليش مثلًا لأ أنا هاحط، بس خدوا بالكم إن الدقيق برضه بيختلف، وأنتِ سِت برضه بتبقي إيه، تقدري تحسّي الدقيق أو كده يعني. في الحتّة ديّة على فكرة ممكن يبقى ناس ت ت مش حابة تعمل كده، بس حاولي بقدر الإمكان إنِّك تخلّي كل كحكاية قد التانية، فعلى فكرة الكحكاية من 25 ل30 جرام بس. عايزة تعملي طبعًا في ستات ما شاء الله شطورين جدًا، ممكن يبقوا عارفين جدًا حجم الكحكاية كده بالإيد، أمهاتنا كلّهم كده أساتذة. دلوقتي هتبدئي طبعًا، وقبل طبعًا ما نبدأ ننقش، لازم ت ت ت تعجنيها كويس الكحكاية وتلفّيها كويس كده ببعضيها عشان إيه، ما تبقاش مشقّقة، وبعدين نبدأ بقى طبعًا تنقشي أو تعملي بالبصّامة ما فيش مشكلة، واللي ما عندوش على فكرة أنتِ ممكن تمسكيها كده وتجيبي سكينة، سكينة كده وتعمليها كده بالطول وسمبوكسات كده، هتبقى برضه جميل. كل حاجة على فكرة ممكن لو جبتِ شوكة على حسب الإمكانيات اللي معاكِ بتقدري تتصرّفي، وإحنا كلّنا ستات شاطرين وبنعرف نتصرّف، لكن كلّنا طبعًا سهل المنقاش موجود في كل بيت يعني. هنبدأ بقى ننقش كل الكمية، وفي الحتّة دي بقى قعدت أنا وخديجة ومحمد حبايبي الصغيّرين اللي بيساعدوني على فكرة في كل حاجة، بأمانة يعني محمد تعبان معايا على طول، هو المونتير بتاعي. فهنبدأ أنا وهُم بقى هناخد كده الحاجة دي على جنب كده ونبدأ ننقشها، خلّصناها وزي ما أنتم شايفين كده، كده أنا خلّصت النقش، تبدئي تخبزي بقى، تحطيه في الفرن، هو بيقعد على فكرة ربع ساعة، ما بيزيدش عن ربع ساعة، على حسب برضه الفرن بتاعِك. في فرن على فكرة ما يشغّلش الشواية، مش محتاجة تشغّلي الشواية، وفي فرن لأ. في الحالة ديّة أنا كنا خلّصنا زي ما أنتم شايفين منظر الكحك تحفة وريحته تحفة، ريحته تحفة فعلًا. يا جماعة لازم تجرّبوا الوصفة دي، أشوفكم في وصفة جديدة، مع السلامة.